يردد دائما قال الرب في قلبه رأى الرب من سمع قوله هذا وهو كان همسا فكريا لله. هنتكلم على رمسيس السادس. هنشوف انه حكم 7 سنوات، اغتصب مقبرة رمسيس الخامس، اضاف اليها ولعل ما يميز هذه المقبرة مناظرها ونقوشها، واللي بتعطينا فكرة عن تصورات هذا العصر عن الحياة في العالم الآخر بآلهته وشياطينه، جناته وجحيمه، والمقبرة محفورة بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك. احنا مش عارفين ازاي استطاع رمسيس السادس من انه ينتهي من انجازها على الرغم من ضخامتها، يؤمر برمها ونقشها وتلوينها حتى ظهرت رائعة فريدة في اسلوبها. كل هذا في فترة 7 سنوات اللي حكمها، وده رغم سوء الحالة الاقتصادية الواضح في مصر. تبعه ملك ضعيف آخر هو الملك رمسيس السابع، حكم 2 عام. تولى رمسيس الثامن واللي استمر حكمه 6 سنوات. للآن لم يعثر على قبره في وادي الملوك. في حدث تاني حدث من الأحداث السياحية، لأن أنا قلت في البث المباشر اللي سبق دون إن هما حدثين. برضو حدث يوم 22 مارس 2024 2000 قطعة أثرية بتسرد تاريخ قناة السويس. بمناسبة ذكرى انتصار 10 من رمضان افتتح قناة السويس المتحف بتاع قناة السويس بفترة الإسماعيلية أمام الجمهور مجانا خلال فترة تشغيله التجريبي ابتداء من يوم الجمعة. ده بعد ما تم الانتهاء من تجهيز أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية اللي بيصل عددها لما يقرب من 2000 قطعة أثرية، وبيضمها 12 قاعة، وبتعمل عرض بتسرد فيه تاريخ القناة على مر العصور. حسب هيئة قناة السويس تاريخ مبنى المتحف بيرجع لما يزيد على 160 عاما. اتشيد في 1862 علشان يكون المقر الإداري الأول للشركة العالمية لقناة السويس البحرية، اللي تمت من خلاله إدارة عملية حفر القناة، واللي استمرت أعواما كاملة. كانت 10 أعوام كاملة من 1859 ل 1869. الهيئة حرصت على إنها تعمل أعمال الترميم للمبنى التاريخي، إعادته لسابق عهده مع الحفاظ على طرازه المعماري اللي بيجمع في تصميمه ما بين الطابع العربي والطابع الأوروبي، بالإضافة للكشف عن الألوان الأصلية للمبنى. استغرقت عملية ترميم المبنى وتجهيزه كمتحف بالمقتنيات والقطع الأثرية ما يقرب من 3 سنوات. تمت خلالها الاستعانة بأحدث تقنيات الترميم الموجودة على مستوى العالم وطرق ووسائل العرض المتحفي بما يضاهي المتاحف العالمية، واللي ممكن تشوف مثيل ليها في أي متحف عالمي. دلوقتي نتكلم عن رمسيس السادس، يعني المقبرة رقم 9. تقع المقبرة دي فوق مقبرة توت عنخ آمون، وبتعتبر من أكبر المقابر الملكية في الوادي.
بتخترق صخر الجبل بعمق بيصل ل 93 متر. كانت المقبرة مخصصة أصلا للملك رمسيس السادس، اللي وجد اسمه مسجلا على الجزء الأمامي منها. اغتصبها بعد ذلك الملك رمسيس السادس، أكمل الجزء الأخير منها. أطلق عليها أعضاء الحملة الفرنسية في الفترة ما بين 1799 ل 1801 مقبرة تقمص الروح، وده لاعتقادهم بوجود منظر خاص بتقمص الروح بداخلها. كما أطلق علماء الإنجليز على مقبرة رمسيس السادس اسم مقبرة ممنون، مقلدين بذلك الزوار الإغريق اللي أطلقوا من قبل اسم ممنون على مقبرة الملك أمنحتب الثالث. لعل السبب هو أن اسم التتويج للملك رمسيس السادس يشمل على لقب نب ماعت رع، هو نفس الاسم اللي اتخذه من قبل أعظم ملوك مصر الملك أمنحتب الثالث. وبيلاحظ وجود العديد من النصوص الجرافيتية اللي سجلها الزوار الإغريق. ده بيشير إلى أن المقبرة كانت مفتوحة معروفة أيام حكم الإغريق لمصر، كما بتشير النصوص القبطية الموجودة على جدران المقبرة لوجود مجموعة من المسيحيين اللي أقاموا أغلب الظن داخل هذه المقبرة في القرون الميلادية الأولى. بتتميز المقبرة دي إن جدرانها تعتبر مسرحا كاملا للنصوص الدينية. هي عبارة عن مكتبة كبيرة للأدب الديني. هي النصوص اللي بتناقش بالكلمة والصورة الحياة والموت، بعث إله الشمس رع، وتسجل على جدرانها أغلب الكتب الدينية اللي كانت معروفة من قبل، مثل كتاب إميدوات، كتاب البوابات، كتاب الموتى، الأناشيد الشمسية المختلفة، قصة هلاك البشرية، وكتاب الكهوف. وده ظهر من قبل على جدران الأوزوريون، وهو القبر الرمزي للملك سيتي الأول بأبيدوس. وكتاب الليل والنهار، اتسجل كتاب النهار هنا للمرة الأولى بهذه الصورة الفلكية. وكتاب الأرض المعروف باسم آكر. تبدأ المقبرة ديا بالمدخل، يليه 3 ممرات، بعديه حجرة صغيرة في قاعة ذات 4 أعمدة كانت بتمثل أغلب الظن حجرة الدفن في عهد الملك رمسيس الخامس. بعد ذلك هنصل لممرين، بعد كده حجرة صغيرة، أخيرا نصل لحجرة دفن رمسيس السادس اللي بتنتهي بحجرة صغيرة. لهذا يطلق على هذه المقبرة مجازا المقبرة المزدوجة.